هناك من الناس من يقول أنتم تضيعون أوقاتكم في بيان الشرك القديم وهو التوسل بالقبور والاستغاثة فيهم، وتنسون الشرك الحديث شرك الحاكمية أو شرك الحكام، والأولى عنده الاشتغال بتكفير الحكام والعمل على الخروج عليهم أولى من العمل على الدعوة في هذه الأيام. هذا غلط، هذا مساكين، هذا غلط. الأولى تصحيح عقائد الناس وتبصيرهم، بين لهم حقيقة الشرك وحقيقة الكفر من جهة الوثنية ومن جهة الشيوعية ومن جهة الإباحية. أما الخروج على السلاطين هذا من شأن الخوارج، من شأن المعتزلة، هذا شأنهم. هؤلاء فيهم شبه بأولئك الخوارج، ما لهم هم إلا الخروج على السلاطين. لا، الواجب تصحيح أحوال الناس من الحكام وغير الحكام، تصحيح أحوالهم، دعوتهم إلى الله ونصيحتهم للناس العامة وبيان حقيقة الإسلام لهم. الخروج مش ينفع، الخروج إلى القتل والفساد، يخرجون وهم ضعفاء، يقتلون ويقتلون. هذا مو بالطريق السوي. السوي تفصيل الناس، توجيه الناس الى الخير، مو الخروج على غير بصيره، يقتل من هب ودب. طيب، هذه طبعا نصيحتك الى هؤلاء الشباب. نعم. هذه هي النصيحة إلى هؤلاء الشباب. هذه لهم أن يتفقهوا في الدين ويفقهوا الناس ولا يشتغلوا بالخروج على السلاطين، لأن هذا معناه يميت الدعوة ويقضي عليهم. السلاطين وهم خليهم يقومون عليهم، إذا قام عليهم أحد قتلوه وأبادوهم وقضوا على الدعوة. نعم، هذا صواب. الواجب أنهم يشتغلون بالدعوة والتوجيه والإرشاد، تفقه الناس في دينهم، وهم يتفقهون أولا، وأيضا يتفقهون حتى يكون على بينة وعلى بصيرة، لا يكون همهم سب السلطان وسب الحكام والاشتغال بتدبير المؤامرات. هذا معناه يفضي إلى فساد كبير وخطر عظيم. نعم، لا شك في هذا. سواء على الدعوة وعلى الشباب الحاملين لها. الواجب أن يعنوا بالتفقه في الدين والدعوة إلى الله والإرشاد إليه والتفقه العامة ونصحة ولاة الأمور بالمكاتبات، لعل الله يهديهم ويهدي بهم. آمين. هذا هو الطريق السوي. ولكنه يدخل. الله يوفق الجميع.